أنا تواصلت مع أهلها، تو الحين مسكرة التليفون ووصوني وأمنوني على أمانة أقولها حق الجميع. إلهام الفضالة تكشف عن وصية جواهر الكويتية. ماذا حصل قبل وفاتها بقليل؟ جواهر يا جماعة الخير تحجبت أول ما جت ودشت العناية المركزة، لبست حجابها ورب العالمين خذاها الحين إن شاء الله بصفحة نظيفة. الأمانة اللي وصلوا لي إياها، أي مشهور يبي ينعي أو ينزل نعي لا ينزل صورة جواهر بدون حجاب. المرة تحجبت قبل لا تنتقل إلى رحمة الله، الفترة اللي كانت هي طايحة فيها وما تدري عن الدنيا، لبسوها حجابها وتمت بحجابها بغيبوبتها هذه الفترة كلها. فتوصي المشاهير والناس اللي بتنزل نعي، أمانة أنت الحين أمنوني إياها إني أوصلها لكم. الحاضر يبلغ الغايب، اللي شاف سنابي يبلغ الغايب، اللي يشوف مشهور منزل لها. وأنتوا يا متابعيني أي مشهور تشوفونه نزل لها صورة بدون حجاب نعي بصورتها، تكفون تدشون عليه وتبلغونه إن المرة مو راضية، المرة مو راضية وأهلها مو راضين. وهذا الكلام تو الحين قبل لا أمسك سنابي وأصور لكم أنا تأمنت إني أطلع أمام الله وأمام الناس أقوله. أمنوني أوصل هالرسالة، أمنوني إن أنا أي حد مشهور أعرفه ينزل إني أكلمه. أنا ما شفت أحد الحين والله العظيم، توني أنا أتأكد من الخبر، فالله يرحمه برحمته. يا جماعة الخير، يا مشاهير، يا ربعي، يا زملائي، جواهر موصية وأهلها موصين إن ما تنزل لها صورة بدون حجاب. والله العظيم هذه الكلمة تو الحين وصوني لها، والعبرة بصوتهم والخنقة في صوتهم تحملت كثير هالبنية. وأنا للأسف والله للأسف إني ما عرفتها في آخره إلا قبل لا ترجع الكويت بشهر شهرين. الموقف اللي صار وياها